وحشتوني. دي بقى بطلة الميك اب النهاردة، علشان انتي لو مش عارفة تظبطي السحبة، وكمان علشان ما تفضليش تتعبي وتنضفي بالكونسيلر، هتحطي اللزق ده على الجفن بتاع العيون بالطريقة دي، هتطلع معاكي السحبة مظبوطة جدا. ابتديت بقى هنا استخدم الجيل لاينر اللي هو الاسود، وابتديت احط كده زي ايلاينر مموه من الاطراف اللي هي الخارجية من ورا، من اول البلاستر اللي انا حطاه ده. طبعا انا هنا بقى هبتدي اشتغل براحتي واطلع على البلاستر، ومش هبقى قلقانه خالص ان اي حاجه ما تبقاش مظبوطه، لان مجرد ما تشيليه، مجرد ما هتلاقي السحبه مظبوطه قوي. وابتديت بقى استخدم البروش دي اللي زي بتاعه الحواجب، واخدت بس علشان ادمج الاطراف بتاعه الاسود لون بني. ودلوقتي استخدمت البنسل بروش، وهبتدي ادمج اللون البني مع اللون الاسود. زي ما قلت لكم هنبتدي نشتغل براحتنا. دلوقتي بقى اخدت من الباليت اللون الزيتي مع اللون الاخضر الفاتح، وببتدي احطه على نفس الالوان البني والاسود، وببتدي ادمج الاطراف زي ما انتم شايفين. دي ببرش مسطحه كده ونضيفه مفيش اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده في العيون التانية حطيت اللون الزيتي بالبنسل بروش، وببتدي ادمج الاطراف، وببتدي اغير البروش بتاعتي للبروش المسطحة دي، وادمج كل الاطراف واطلع بقى على فوق. شايفين الاي شادو جاي على البلاستر اللي احنا حاطينه، بس كل ده هيختفي. دلوقتي بقى استخدمت اللون الابيض الفاتح، وابتديت احطه على الجفن اللي هو المتحرك عندي بالشكل ده. ابتديت احط بيجمنت فاتح لونه اخضر فاتح عندي في الباليت، وحطيه بصوابعك احسن علشان بيدي الاضاءة بتاعته بتبقى احلى وبيبقى اللون قوي. هنا ابتديت استخدم الجيل لاينر اللي هو الاسود، وابتديت ارسم الوينج بتاعي وبس كده. هركب الرموش دي. بصوا بقى السحبة هتبقى عاملة ازاي. شايفين نظافة السحبة خطيرة، اعمليها وهتطلعي سحبة بروفيشنال من غير اي ما تنضفي بكونسيلر او اي حاجة. شايفين؟ حبيت اوريها لكم. ودلوقتي بقى هبتدي اشتغل تحت العيون بنفس الالوان. هبتدي باللون الاسود اللي انا رسمت بيه الوينج، وبعد كده هاخد الزيتي، وبعد كده هاخد الزيتي الفاتح، وهبتدي اموه الالوان كلها. ودلوقتي هبتدي احط البلاشر بقى. عملت ميكس ما بين البينك والخوخي، وببتدي احط على الجبهة، وكمان هبتدي اعمل الكونتور بتاع النوز. وبس كده. حبيت اعمل لكم طريقه تسهل عليكم لو انتم ما بتعرفوش تظبطوا السحبه بتاعه العيون وما بتعرفوش تظبطوا الاي شادو. حبيت اعمل لكم تريك جديده، يا رب تكونوا استفدتوا منها وجربوها يا بنات، مش هتندموا خالص صدقوني، هتظبط معاكم الاي شادو قوي. وبس كده. هستنى رايكم تحت في الكومنت، واشوفكم في فيديو جديد. هتوحشوني. باي.